مفيش حاجه ما بتتحركش، الشمس كله احنا كلنا بنتحرك، فما تخليش مشاعرك تقف. تاني حاجه avoid البيرن اوت والنيجاتيف سبيريتس. يعني ايه؟ حاجه بنقع فيها كلنا، تقول لك ايه، انا هشتغل واموت نفسي في الشغل، هحرق نفسي في الشغل، اصل مش عارف ايه. بعد شويه بيحصل لك ايه؟ تشتغل ب 16 ساعه و 17 ساعه، ومفيش حاجه اسمها في مصر تشتغل غير مش عارف 400 ساعه، وبعدين هيجي لك وقت هتبقى زومبي، مفيش حاجه مأثره معاك، لا اللي بيزعل بيأثر معاك ولا اللي بيفرح بيأثر معاك، كله ايه؟ واحد، لا عارف تنام ولا عارف تصحى، بتبقى حاجه كده انرت. عارفين المعدن انرت ما لهاش لازمه في الحياه، لا عارف تضحك مع اولادك ولا عارف تضحك مع زوجتك ولا مع اصحابك، كل حاجه ملهاش معنى. ده حصل عشان حصل لك بيرن اوت. عشان يعني ايه بيرن اوت؟ عارفين مثلا حد بيحب ياكل كباب وكفته يا سيدي، اي حاجه من الحاجات الحلوه دي، مين هيعزمني في الاخر؟ لو انت قعدت جبت لك 10 كيلو كباب وكفته كل يوم الصبح وبالليل والظهر، هتحصل ايه في الاخر؟ هتملها، صح؟ نفس القصه كده. احنا ربنا خلقنا ناخد من كل بستان زهره كده، نشتغل ونخرج وناكل ونتشاكل ونتخانق ونتصالح. الحياه كده، ما بتقعدش جوه مكان وتفضل فيه نفس الاتيتيود بتاعك ب 16 و 17 ساعه وشغال ونفسك هو المسيطر عليك، بعد شويه نفسك بتمله. ولما بتمل وتبقى حاجه مهمه زي الشغل مثلا، حاجه مهمه، مش هينفع تعمل ايه؟ تقول لهم مش لاعب، ما هو مش هينفع، ما هو ده الشغل، هنعمل ايه؟ فجسمك يعمل ايه؟ ونفسك تعمل ايه؟ تعمل بيرن اوت. يعني بيرن اوت ايه؟ يعني انا شغال ومش شغال، عايش ومش عايش. فدي حاله وحشه جدا، ما توصلش نفسك بيها. ما توصلش نفسك بيها ازاي؟ بان يومك يكون فيه تنوع. لازم وحتما يبقى يومك فيه رياضه، بقى فيه حاجه لنفسك كده، هنبسط انا بالحكايه الفلانيه، هعمل حاجه لنفسي، هجيب حاجه هديه لنفسي، اعمل اي حاجه اخليه احس ان انا بني ادم موجود، غير ان انا روبوت وشغال ومن هنا لهنا لهنا. باي ذا واي، يعني الرجاله، يعني انا اسف، يعني هو الحاجه الناس من بني جنسي، يعني الرجاله بيحصل لهم ده كتير، بس احنا عشان ما بنتكلمش بيحصل لنا، احنا مش واخدين بالنا، بتتفاجئ بيه. ربنا مدي للستات قوه جميله جدا، اسمها قوه ان هو تصوت وتعيط وتنكد يعني عليك، يعني ما تنكدش غير علينا، فاهم الحاجات دي؟ يعني دي حاجه ده ربنا كرمهم بيها، احنا ما بنتكلمش. فالبيرن اوت عند الرجاله بيحصل وبيتفاجئوا فيه بعد ما بيوصل لمرحله كبيره. عند الفيميلز قدرتهم على اظهار المشاعر اكتر، فالوصولهم في الحاله دي بتبقى اقل، الا طبعا ان في استثناءات. يعني هو للاسف برضه لو حصل عند الفيميل بيحصل بشده اكتر من عندنا. الحاجه الاخيره ودي النجاه، دي النجاه الاخيره دي، ان تفضل تتطور، تفضل تتعلم. يا جماعه حط لنفسك في كل سنه بلان ان انت تتعلم حاجه جديدة، اي حاجه جديده، ان شاء الله تروح تتعلم اي حاجه، كوره، اعمل اي حاجه، بس تتعلم حاجه جديده. مجرد ما تحس ان انت اتعلمت حاجه جديده وان انت اتحسنت في اي مجال من مجالات الحياه، بتحس ان انت في حاجه عايش عشانها. الشباب الصغير بيبقى عنده حاجه رحمه من ربنا كده، ان هو عنده شويه مشاكل كتير عاوز يعملها، عاوز يكون نفسه، عاوز يشتغل، عاوز يتجوز، عاوز مش عارف يجيب عربيه. بعد فتره الشباب الكبير اللي زي حالاتنا بيبقى عندك استابيليتي في حاجات كتير. ايوه، فين الموتيفز بقى؟ انا اعمل ايه يعني؟ ما عربيه في عربيه، ما في كذا، وبعدين اللي ينقذك من الحاجات دي ان انت تتعلم حاجه جديده، فيبقى في هدف في الحياه. طيب، عشان التولز اللي هستخدمها عشان اتكلم مع نفسي، رقم واحد يبقى عندك اهداف. ما ينفعش يا دكتور اجي اسالك اهدافك ايه يا دكتور السنه دي او في حياتك ما تعرفش تجاوبني او ما تقوليش. لازم كل واحد فينا يا جماعه يبقى عنده هدف. دي الحاجه اللي هتخليك بتتحرك، هتخليك عايش. انا نفسي اعمل كذا، اللي على اساسها حتى تقول هو انا عملت ولا ما عملتش. انا اول كل سنه عندي كده اجنده بروح كاتب فيها احمد عبد الحميد، في ايه احمد عبد الحميد ده، عنده فلوس قد ايه، بيعرف مهارات ايه، بيعمل ايه. انا عاوز اشوف بقى في 24 لما جيت عند 25 عملت ايه في السنه دي، واللي بعديها عملت ايه. على فكره التولز دي مهمه لانها بتعمل حاجه ظريفه قوي، بتخليك تشكر نعم ربنا. احنا بننسى كنا فين.
بننسى والله، وربنا يرزقك بنعم كتير قوي وتألف النعم وتنسى. فلما بتبقى كاتب انت كنت فين وبقيت فين وبقيت فين، تقول ياه هو انا عملت كل ده، تحس ان انت راضي عن نفسك، والاهم راضي عن ربنا. تاني حاجه اسمها السيلف كوتشنج. يعني ايه السيلف كوتشنج؟ لما تواجهك مشكله او نجاح، اتفقنا الاثنين واحد، سيان، كلها اختبارات من ربنا، من فضلك اتعلم تتكلم مع نفسك، ويا ريت لو تكتب اللي انت حاسس بيه. اكتب 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 اكتب. هتكتشف بعد ما انت كتبت ان بيبقى عندنا هنا اضطراب من الافكار والمشاعر في دماغنا كتير قوي 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 قوي، فبتقعد تكتبه. اما تقعد تكتبه وتقعد تنقحه كده وبتاع، تكتشف ان الموضوع كله انحصر في فكرتين ثلاثه، فتبدا تلاقي ان الموضوع مش بهذا الحجم، مش بهذا الكبر، ما بتدوش اكبر من الحجم، فتبدا ترجع تاني وتاخده بالراحه. فطول الوقت من النصائح اللي انصحكم ان يخلي عندك مذكراتك، اقعد اكتب انا النهارده حصل معايا كذا وضايقني كذا بصوا يعني عاوز تكتب اكتب، عاوز تقعد تتكلم مع ربنا كانك بتتكلم كده، وتقول حصل وعمل وسابوا ضد الذين وعملوا، عادي اتكلم، بس في الاخر هتفضي الشحنه دي وفضيها مع ربنا او فضيها في كتابه احسن ما تفضيها مع حد. انا مش ضامن اول حد ده من نعم ربنا عليك طبعا، ان ربنا يحوطك بدايره اصدقاء ينفع تتكلم معاهم، حافظين للسر، حافظين، عندهم عقل اصلا، فدي حاجه كويسه. فالسيلف كوتشنج والجورنالينج يعني تكتب، دي حاجه مهمه جدا. اللي عنده يا جماعه في حياته صاحب كويس يعني يروح بقى كده يحمد ربنا اولا ويقول له انت راجل جميل في حياتنا او ست جميله في حياتنا. حاجه سيكينج منتورشيب، خلي عندك حد تساله، حد اكبر منك، حد ليه خبره اكبر، حد تثق في رايه، حد يعني يقدر يقول لك السكه. مهم قوي ان لما انت تبقى داخل على حاجه جديده، من فضلك ما تستشيرش حد مش في الحته اللي انت داخل عليها. انا داخل في طب اسنان، ما اروحش اجيب مهندس واقول له انتوا عارفين يا شباب انا كنت مقرر افتح شركتي وادرس السكه بتاعه المانجمنت دي من انا عندي يعني من 15 سنه، من 20 سنه. فرحت لواحد كده ابن حلال يعني، قلت له بفكر اعمل 1 2 3، وانا وقتها كنت الحمد لله يعني عيادتي شغاله وزي الفل ودنيتي كويسه جدا. فقال لي يا عم ايه يا عم الكلام ده، انت دكتور وناجح ودنيتك كويسه، انت ايه اللي هيدخلك في وجع الدماغ ده؟ على الكلمه دي قعدت لي مثلا ايه 10 سنين ولا 8 سنين مأجل الايه اللي انا عاوز اعمله، مأجل حاجه انا كنت حاببها. اول ما انا سقطت في نفسي وكلمت الناس، مين بقى اللي هم في اهل الموضوع، وشفتهم وشفت نجاحاتهم، الحمد لله ربنا كرمنا كرم واسع جدا. حبيت حاجه فعملتها، دي احلى حاجه ممكن تعملها في حياتك. ولذلك بقول دايما لبناتي نفس الكلام ده، انت قضيتك الاساسيه تعرف انت بتحب ايه. يعني لسه شايف مقطع كده لطيف قوي، يقول لك لو ربنا كرمك وعرفت انت بتحب ايه وحولت ده لشغلك، انت تمام، انت كده خلاص مش محتاج اي حاجه، ان انت مستمتع اصلا، انت اجازتك في شغلك، انت متعتك في شغلك. فطول الوقت فكر كده، فكر ان انت تعرف انت بتحب ايه، يلا هشتغل فيه، ولو سمحت لو لقيته عشان خاطري كمل ما ترجعش، عشان هيجي لك اوقات تحس ان الدنيا مش ماشيه، اوعى ترجع كمل. احنا ما بنبدا من العوم من شط بحر هروح للشط التاني، الناس اللي بتعدي المانش دول بيجوا في مرحله في وسط البحر لا شايف الحته اللي طلع منها ولا شايف الحته اللي ايه لا رايحه، لو رجع غالبا هيتعب، ولو وقف هيغرق، فلازم يكمل. اتمنى يعني ايه ان انتوا تكونوا ده فاهمينه كويس. لا ارجعي بس واحد، انا عاوز بس اقول مهمه جدا يا شباب، دي مهمه جدا، ان انت تكون عندك القوه، ان انت تكون عندك اتصال صادق مع الناس كويس، وتحترم الناس وتتواصل معاهم. في كل بني ادم معاك في الدايره المحيطه اللي بيك، سواء بيشتغلوا معاك في اسرتك، في احترمتهم وسمعتهم كويس، تعاطفت معاهم، ده بيعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان هو بيشكل نفوسهم ويبقى انت ليك فضل في ده. بس الاهم من ناحيه براجماتيه بحته، ان هو نفسك نفسها هي اللي هتتشكل معاهم، وانت بتفيد وانت بتنصح حد وانت بتدي حد حاجه وتخليه احسن، او كنت سبورت معاه باي شكل، اوعى تفتكر انت فدته لوحدك، ده انت اللي عملت كده، انت هتتصلح من جوه. فلذلك تفهم ان الكوميونيكيشن مش سكيلز، ضحكوا علينا قال لك الكوميونيكيشن سكيلز، لا، ريسبونسبيلتي، دي مسؤوليه تعملها مع نفسك ومع اخواتك ومع اولادك ومع زوجتك ومع زوجك ومع الناس اللي بيشتغلوا معاك، دي مسؤوليه
ممكن ممكن تنقذ حد وتغير حياه حد لمجرد انت عرفت تتواصل معاه، حسسته ان انت مفهوم. احنا كلنا بنقفل على نفسنا، وكلنا بنحس ساعات بالغربه بالوحده واحنا في وسط الناس. انت مش محتاج تبقى كده. ممكن كلمه واحده من حد سمعك قال لك الكلمه المظبوطه يخليك في حته تانية خالص. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، واشوفكم على خير يا رب. انا مش عارف نقدم مين. نعم، ايوه